لغايه لما يتعلم الدرس ويتغير من غير اي تنميه بشريه، من غير ثيرابيست، من غير ما يشتغل على نفسه، من غير ما يهيل، ومن غير الكلام الهبل ده كله. هو بيتعلم الدرس من السحر اللي بيقع عليه ده. السلام عليكم. اتكلمنا في اول حلقه عن الكليشيهات وانواعها، وانه في حاجه اسمها تروبس، والتروبس دي مش شرط تبقى حاجه مضره. التروبس هي ببساطه اسطمبه الكتاب الجداد بيمشوا عليها عشان يخرجوا بقصه جديده من وجهه نظرهم. اي فيلم اتفرجت عليه غالبا بنسبه 90% كان واقع تحت التروب. التروبس دي موجوده في القصص، في السينما، في الجيمز، في كل حاجه، اللي هي اسطمبه معينه للقصه شبه بعض. وانا النهارده جايه اتكلم عن تروب معين بيتكرر كتير قوي في الافلام، اخدت بالي منه ومش عارفه يقع تحت الكليشيه ولا هو برضو مازال يعتبر تروب. وهل المفروض اتضايق ان انا لما افتح فيلم اتفرج عليه اكتشف ان انا تمام، انا عارفه ايه اللي هيحصل، انا متوقعه ايه اللي هيحصل؟ يعني كده مش هقوله بصوت عالي عشان ما اخنقش الناس اللي قاعده جنبي، عشان انا جايه عامله لكم واحد رامبو النهارده هيبقى اتكلم عادي كده واقعد احكي الفيلم. خلينا نقول ان هو تروب بيتكرر، بشوفه كتير جدا، هو لذيذ جدا، وغالبا لو اتعمل تاني هتفرج عليه تاني برضه. واسيبوا لي في الكومنتات لو لقيتوا افلام غير اللي انا هجيب سيرتها النهارده. طيب ايه هو التروب بقى عشان رغينا كتير؟ بالانجليزي سوبر ناتشرال لايف ليسن، بالعربي اللي هو الدرس المستفاد لحدث خارق للطبيعه. اللي بيحصل انه البطل بيحصل له حدث معين خارق للطبيعه، والحدث ده سيطر عليه فما بيقدرش يعمل اي حاجه، بيعدي بكميه مواقف كتير كده ما بيقدرش يعمل فيها اي حاجه عشان يتعلم درس معين. فهو بيحصل عليه لعنه او سحر احنا مش عارفين جت منين، لغايه لما يتعلم الدرس ويتغير من غير اي تنميه بشريه، من غير ثيرابيست، من غير ما يشتغل على نفسه، من غير ما يهيل، ومن غير الكلام الهبل ده كله. هو بيتعلم الدرس من السحر اللي بيقع عليه ده. التروب ده اصله اسطوره سلتيه ده اللي هي ايرلندا، اسكتلندا، الحاجات دي. الاسطوره دي تسمى جاش، والجاش ده النطق برضو الايرلندي بتاعها عشان هي بالانجليزي عيب مش هينفع اقولها، هي اسمها جيس. في ناس بتقول عليها جيز، في ناس بتقول عليها جياز، وفي ناس بتقول عليها جياس، فالامريكان بوظوها، بس هي اسمها جاش بالايرلندي. الجاش ميث ببساطه القصه بتاعتها ان هو انت واقع عليك سحر بس لازم تعمل كذا والا هيحصل كذا، لازم تشرب اللبن والا مش هتكبر، لازم تاكل الطبق تخلصه والا هيجري وراك. يعني هي حاجه مشروطه بحاجه والا حاجه هتحصل، وبيفضل السحر ده عليه لغايه لما يتعلم الدرس. فدي الاسطوره السلتيه اللي هي يعتقد ان جاي منها التروب ده اللي هو سوبر ناتشرال لايف ليسن، او من الاخر يعني درس خارق. سموه درس خارج بقى، سموه حدث سحري، سموه، المهم ان انت في الاخر مضمونه على ضمانتي مش هتحتاج تروح لثيرابيست اكيد. ومن اشهر الامثله على موضوع الجاش ده كان في قصه لواحد اسمه كوتشولين حاجه زي كده، مش متاكده من النطق قوي، بس الراجل ده كان بطل وكان من وهو صغير معروف ان هو بيخش بقى حروب وبيهزم الناس وكده. فاعدائه عشان يغلبوه حطوا عليه السحر ده، السحر اللي هو الجش. قالوا له انت ممنوع تاكل اي اكل متقدم لك لحم كلاب. ليه بياكلوا لحم كلاب؟ ده مشكله تانية بقى، واضح ان هو كان واجب مثلا وقتها، كان ده بقى اعلى حاجه، هتبح لك بقى العجل وكده، ده غالبا كان حاجه وقتها. وفي نفس الوقت ممنوع يرفض اي اكل ست تقدمه له، جنتلمان. فراحوا بعتوا له ست تقدم له لحم كلاب، فطبعا اكلوا لانه ما يقدرش يرفض اكل من ست والا هيموت، مات. لا الحلقه ما خلصتش يعني، لسه في كتير. المهم هتشوفوا دلوقتي هي شبه ايه قوي، متحمسه الحلقه دي. الفيلم بيبدأ بالشكل ده. أول حاجة بتحصل إنه بيبقى فيه بطل، البطل ده بيبقى عنده عيب واضح قوي، واضح بطريقة فجة. تاكس. شكرين يا عم، مش عايز حاجة. خد تاكس وأنا حاسبك عليه. والله أنت ما عندك دم يا أخي. بيبقوا عايزين يبينوا لنا عيب البطل ده قوي 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 بطريقة أوفر. لو واحد ما بيحترمش الناس يجيبوه بيدي واحد عجوز شلوت في الشارع، حاجات زي كده. حامل؟ عادي، أهلي عارفين، ما أنا متجوزة. وكمان متجوزة؟ ده كان يوم يا سفلة. فدي اول حته في الفيلم، دايما بيبقى واحد جايبين لنا عيبه بوضوح فج، فبينبهونا للعيب ده، بيبقوا عايزين العيب ده يوصل لمستوى الطالب الغبي، لدرجه ان هم ساعات بيقولوه لنا في وشنا. My dad, he's a liar. بيجيبوا لنا برضو ازاي حياته بتبقى تمام قوي مع العيب ده، ان هو عنده حاجات كتير مش بيشكر ربنا عليها مثلا. فاحنا بنبقى كارهين العيب ده فيه جدا ونفسنا يتغير جدا. مش احنا بس، غالبا المخرجين والممثلين اللي معاه والكاست كله بيبقى كاره العيب ده فيه وعايزينه يتغير. Try it again without the sarcasm. We got it. بس بيبقى باين انه الشخص ده منحط، يعني هو فيه العيب ده ومش هيتغير، فبيبقى محتاج معجزه او سحر عشان العيب ده يتغير. Good afternoon. I want nothing from you. I ask nothing of you. Why can't we be friends? Good afternoon. I'm sorry with all my heart to find you so resolute.
I made the trial in homage to Christmas, and therefore, Merry Christmas, Uncle! Good afternoon. معجزة طيبة كده، اللي هو طفل يتمنى أمنية في عيد ميلاده، البطل يقع على راسه، برق يخبطه في نافوخه. I wish that for only one day Dad couldn't tell a lie. كلمة سحرية، الساعة تدق 12 وهو بيشرب كركديه. How Arson, I'm going to do you a great favor. Really? From this moment on, whenever you meet someone in the future, you're only going to see the inner beauty. اللي هما بيقولوا لنا عايزين معجزة اتفضلوا المعجزات، عايزين سحر يلا، عايزين البطل يتغير يلا نغيره سوا، يلا هو اتغير يلا. نامي يا مسنيهات ومؤتمرات، نامي. فبتبقى المعجزة دي بقى هي سبب التويست اللي بيحصل في الفيلم. I want my baby back, baby back, baby back. I want my baby back, baby back ribs. Shit! اللي بيبدأ منها يحصل بقى كل المواقف والطرائف اللي بتيجي بعد كده، لان المعجزة دي بدورها او السكيل الجديدة اللي البطل اخدها، العيب الجديد اللي حصل له، الحاجة اللي اتنزعت منه، بيبقى دايما في حوار كده اللي هو ايه اللي اخرك؟ انا عريس والعريس لازم يتاخر. انا النهارده ما بيعرفش يكذب، ما بيعرفش يقول لا، ما بيعرفش يقول وطبعا السكيل او اللعنه اللي بتقع عليه دي بتدخله في مواقف مضحكه، وبتفضل الفيلم تقريبا 3/4 في هذا الموقف المضحك متكرر واحد ورا التاني ورا التاني ورا التاني. I had a rabbit named Peppa, and the rabbit abandoned me too. You said the rabbit did, even the rabbit. احنا مبسوطين وبنتفرج، احنا بنبقى مستنيين متوقعين اللي هيحصل ومستنيينه يحصل. 3 shots. زي ايه ده؟ بص هيروح مش هيعرف يقول حاجه. بص طبعا ساعات بيبقى بطريقه ساذجه، بتبقى الرساله بقى عنيفه قوي، اللي هو انا هديك السكيل دي وهاخد منك السكيل دي عشان تتعلم الدرس قوي. Stop it. كان ممكن تقعد تشتغل على نفسك عادي، تقعد تفكر لا بس لا. You just hold it in for 5 minutes and keep the freaking volume down. بعدين بقى الموضوع بيتفاقم، السكيل اللي عنده دي او المشكله اللي عنده بتبتدي تعمله بلاوي، بتبتدي تخرب الدنيا، بيبتدي بقى مفيش، فقد بقى السيطره على كل حاجه واحنا بقى بنحتاس معاه، بنحتاس مع البطل اللي عليه سحر ده ومش عارفين نعمل له ايه. حتى طنط منال ما عتقتهاش. طنط منال. انا اللي كنت فاكراك هتتغير بعد الجواز. صحيح، ده الكلب عمره ما هيتعدل. فما بيفضلش حل قدامه غير ان هو يتغير فعلا. اوعى تتغير يا بهيج. ما تحاولش تبقى حد تاني غير نفسك. بيبقى بني ادم احسن ويحب اللي حواليه ويقدر النعم اللي عنده والحاجات دي كلها. You, me, we, eternity. فالفيلم بيقفل في 10 دقايق، يعني بيلم لنا الدنيا كده من غير بقى برضه زي ما قلنا ولا ثيرابي ولا ابراهيم الفقي ولا اي حاجه. Not the life I wanted. It is. Looks like it is. بيتغير فعلا، كومبو كده، اول فيلم من ساعه ونص حاجه ودلوقتي حاجه تاني. If you let me. Of course, Uncle. Welcome. Merry Christmas. فده شكل من اشكال الجاش دي او اللي هي السحر اللي بينزل على البطل عشان يتعلم الدرس. بيبقى فيه اشكال تانية برضو من الافلام او من التروب ده، بس مش دايركت كده، مش مباشر تماما في فكره انه البطل بيقع عليه سحر. الشكل اللي هو مثلا البادي سواب، اللي هو لما اتنين بيبدلوا جسمهم، ام وبنتها، واحد وصاحبه، برضو بيبقى هدفه انه البطل او البطله يتعلموا الدرس ويقدروا اللي عندهم ويشوفوا المزايا التي لا تحصى، او يشوفوا وجهة نظر الاخر اللي هم طول الوقت متضايقين منه وفاكرينه ومش فاهمهم. Hey sugar bug.
بتبقى برضو نفس التروب كده، اللي هو حاجه بتحصل، معجزه معينه بتحصل بسبب تريجر معين، حاجه حد ولع في حد طفى شمعه، الدنيا مطرت في وقت مش مناسب. journey soon begins. يحصل سحر واجسامهم تتبدل، يبتدوا يعيشوا بقى برضو مواقف مع بعض او من غير بعض عشان يشوفوا كل واحد عايشه ازاي، ويتعلموا الدرس ويرجعوا يحبوا بعض ويقدروا اللي هم فيه في اخر القصه. واحيانا برضو التروب ده بيستخدم في الافلام من غير الحته بتاعه السحر قوي، او اللي هو سحر هيتشال ويتحط. احيانا بيبقى في افلام معينه البطل او البطله بيحاولوا يكتشفوا شخصيتهم او بيحاولوا يتخيلوا حياتهم، لو كانوا عملوا حاجات معينه بيسرحوا في ذكرياتهم. Clem, they're erasing you. بيسرحوا في افتراضات في جوه دماغهم، واحنا ما بنبقاش عارفين بقى اللخبطه دي حقيقيه، في سحر فعلا ولا هو بيتخيل ولا هو بيحلم، بس وقع تحت نفس التروب شويه يعني. حاجه تعباكي؟ لا انا بس عايزه اشرب ميه، هشرب ميه واجي على طول. طب خليكي انا اجيب لك ميه. لا انا هاجي على طول. مالك يا مالك؟ رحله البحث عن الذات البتاعه دي بس مصدعاني شويه. ففي انواع افلام مشابهه لكده برضو بيبقى فيها عنصر خارق للطبيعه، ولكن ما بتبقاش فيها الحته السحريه قوي، او ما بيبقاش ده سنتر يعني اللي هو القصه، بس بتبقى فيها غموض كده، معتمد على الغموض، وانت كمشاهد ما بتبقاش عارف هو البطل بيهلوس ولا هو ده فعلا حاجه حقيقيه حصلت. لقطات الافلام اللي اتعرضت دي هي دي اللي انا فكرت فيها. زي ما قلت لكم لو جات لكم افكار افلام تانية انا ما فكرتش فيها قولوا لي، لان انا حابه التروب ده جدا. وبرده عايزه اعرف رايكم، هو عادي مثلا ان قصه الفيلم ما تبقاش اوريجينال وانت تبقى بادي الفيلم وعارف ايه اللي هيحصل، هتستمتع بالفيلم برده لما الاقي قصه كده انا عارفه هي رايحه على فين، متوقعه لاني شفت حاجه شبهها قبل كده، ولا انا عادي ان انا ابقى متسليه، ولا انا ممله، ولا ايه؟ عشان اعمل لكم واحد تنس النهارده يعني هبقى ممله عادي، ولا ده على حسب الفيلم وعلى حسب مين اللي بيمثل او على حسب الاخراج حلو لدرجه قد ايه يعني. في عوامل كتير قوي، بس انا قصدي هل القصه بتفرق معاك؟ لو انت حاسس ان انت شفت القصه دي زيها قبل كده قولوا لي في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا تفعيل الزر الجرس عشان الحلقه الجايه حماس موت. لو جيتوا بقى الحلقه الجايه لقيتوني في جسم حد تاني بقى كملوا برضه اعملوا سبسكرايب. يلا اشوفكم الحلقه الجايه.